السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي ولقاء ليبيريا اليوم اللي غينطلق بطبيعة الحال من هنا 2:34 ما بقاش بزاف على هذا اللقاء الكبير بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الليبيري. ممكن نشاهدوا 4 اللاعبة بطبيعة الحال من تكوين فرنسي يلعبوا هذه المقابلة، أساسي احتياطيين مهم. ممكن 4 ديال اللاعبة من تكوين فرنسي أنهم يلعبوا هذا اللقاء الكبير بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الليبيري، في لقاء كبير صراحة بين النخبة الوطنية والمنتخب الليبيري. إذا 4 ديال العناصر اللي هما تكوين فرنسي اللي ممكن يلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي اليوم امام منتخب ليبيريا في لقاء كبير صراحه. لقاء غنشاهدوا هاد 4 اللاعبات شكون واش لعبوا في اللقاء ديال كوت ديفوار او ما لعبوش. بطبيعه الحال غنشاهدوا هاد الشيء كامل خلال هذا الفيديو. المرجو اخواني انكم تبعوا معنا هذا الفيديو حتى الاخير. بطبيعه الحال ما فيها باس الا تبعتوا معنا هذا الفيديو حتى الاخير، ماشي طويل بزاف. المنتخب الوطني المغربي في لقاء بطبيعه الحال امام المنتخب الليبيري غنبداو صراحه باللاعب رقم 1 بطبيعه الحال اللي هو اللاعب غانم سايس، 33 عام، لاعب الشباب السعودي وهو عميد المنتخب الوطني المغربي. لاعب ناجح صراحه، لاعب كابيتال ديال المنتخب، من خيرات اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب صراحة ناجح في المنتخب الوطني المغربي اللي هو غانم سايس، من خيرات اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة من خيرات اللاعبين، وهو عميد المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة من خيرات اللاعبين ديال المنتخب الوطني غانم سايس، لاعب كبير صراحة، قيمة كبيرة ممكن يعطيها المنتخب الوطني المغربي. اللاعب غانم سايس 33 عام، تكوين فرنسي، لاعب الشباب السعودي حاليا. اللاعب رقم 2 هو امين ريشاريسون، لاعب البطولة الفرنسية، 21 عام، لاعب صراحة من خيرة اللاعبين بطبيعة الحال اللي ممكن يدخل كبديل. سايس لعب اساسي في لقاء فرنسا بطبيعة الحال، في لقاء كوت ديفوار عفوا. امير ريساريسون دخل كبديل بطبيعة الحال. امير ريساريسون ان شاء الله بدا كيعيط له المنتخب الوطني الاول، صراحة من اللاعب اللي ممكن تكون عنده ان شاء الله مستقبل كبير مع المنتخب الوطني الاول صراحة، اللي هو اللاعب امين ريساريسون اللي كتسمى من المواهب الكبيرة. هناك اللاعب رقم 3 امين حارث، لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي، اللي كيبقى من خيرات اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. صراحة اللاعب امين حارث اللي واحد الاسم كبير داخل المنتخب الوطني المغربي، صراحة اللاعب من الطراز الرافع اللي هو اللاعب امين حارث، اللي هو من اللاعبين الكبار ديال النخبه الوطنيه بطبيعه الحال. اللاعب اللي باقي ما عطاش داكشي المنتظر منه صراحه، اللاعب اللي باقي لعب كاساسي مع الكوت ديفوار، ما بانش بديك الوجه اللي كنا كنتمناو صراحه، ولكن كيبقى الاسم كبير صراحه. امين حارث. نمشيو عند لاعب اخر اللي هو امين عادلي، حتى هو اسمه امين، لاعب باير ليفركوزن الالماني، من العناصر المهمه الارجع في المنتخب الوطني، واخا ما لعبش بزاف ديال اللقاءات مع المنتخب الوطني المغربي، فقط 2 لقاءات هي اللي لعبهم، ولكن كيبقى واحد الاسم كبير داخل المنظومه وداخل المنتخب الوطني المغربي اللي هو امين عدلي، لاعب صراحه من اللاعبين الناجحين داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب فقط ان شاء الله لعب 2 لقاءات، ولكن لاعب بين انه يكون متميز مع المنتخب الوطني المغربي صراحه. لاعب اللي عنده امكانيات كبيره بان عليها بطبيعه الحال، لاعب صراحه من الطراز المزيان، من اللاعبين الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي صراحه. ممكن يكون في المستقبل القريب بطبيعه الحال. لاعب اللي كيلعب باير ليفركوزن الالماني في البطولات ال5 الكبرى، جميل انه يلعب في هذه البطولات ال5 الكبرى. لاعب باير ليفركوزن امين عادلي اللي هو كيبقى واحد الاسم اللي هو رنان داخل النخبه الوطنيه بطبيعه الحال، واخا ما لعبش بزاف ديال اللقاءات مع المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي كاينه. كنشكركم اخواني على هذا الفيديو هذا.